ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا عمر عبد الرحمن. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح تالت فيديو في سلسله ديف بوست. والفيديو ده احنا هنتكلم عن ازاي ان انتوا تقدروا انكم تحولوا الفكره اللي احنا شرحنا ازاي انكم تقدروا انكم جوبها في الفيديو اللي فات لبروجكت. تمام، فهنخش في البرزنتيشن. اول حاجه ازاي انك تقدر انك تديفلوب. لو انت عندك اكسبيرينس مثلا، فانت معظم الهاكسونز اللي انت هتخشها يعني مش هتطلع بره قوي الفرونت اند ديفلوبمنت والاي اي. يعني هو انت هتبقى محتاج ايه بالظبط؟ انت هتبقى محتاج هنا كفرونت اند ان انت هتعمل عادي ويب ابلكيشن او موبايل ابلكيشن ب HTML و CSS وجافا سكريبت. او باك اند مثلا لو انت احتجت ان انت تعمل اي بي اي، ولسه هشرح الاي بي اي. او ان انت تعمل عامه يعني داتابيز يعني وتخزن فيها بيانات يعني. تمام، وكمان لو انت مش انت بتعرف برضه، يعني لو انت بس مش بتعرف ان انت تعمل داتابيز، لسه في برضه بديل لسه اشرحه ازاي انك تعمل برضه داتابيز. تقدر انك تخزن في الداتا بتاعتك بدل ما انت تعمل او بدل ما انت تتعلم مجال كامل يعني زي الباك اند. وانت مثلا لو شاطر في الفرونت اند فانت بس هيبقى وظيفتك ان انت بالجافا سكريبت انك تربط الداتا اللي انا لسه هقول لكم عليها. يعني انا اسمها سوبر بيز عامه، يعني هي سهله قوي. عامه انا خلصت تصوير الفيديو، بس انا كنت نسيت ان انا اشرح الداتا دي. هو عامه هي اسمها سوبر بيز، انا هسيب لكم اسمها دلوقتي اهو على الشاشه. هو انت ازاي انك تستخدمها وانك تعمل بيها انتجريشن في الجافا سكريبت بتاعك. دي سهله قوي، تقدر انك تشوفها من على اليوتيوب عادي وبس كده يعني. وانا مش هشرح الحاجه بعمق، انا بس انا هقول لك الحاجه وانت تخش على اليوتيوب تشوف ازاي انك تستخدمها. تمام، لان يعني انا لو شرحت كل حاجه بالتفصيل الفيديو ممكن، الفيديو ده ممكن يبقى ليه سلسله لوحده يعني. تمام، يعني الفيديو ده ممكن تتفرج منه اكتر من سلسله. فبتاع ده انا بس انا هشرح القشور، وبعد كده بقى اللي هو انتوا تبتدوا ان انتوا تمشوا لوحدكم بقى واحده واحده في الطريق ده. تمام، فانت معظم الحاجات انت تبقى محتاجها ان انت تعمل حاجات فرونت اند و artificial intelligence او اي سواء بقى ماشين ليرنينج او ديب ليرنينج، بس هو ماشين ليرنينج يعني في الاغلب. وحتى كمان بيبقى فيه اصلا هاكسونز بتبقى سامحه ان انت تعمل اي بي اي. الاي بي اي ده بيبقى عباره عن ان انت بتستخدم موديل جاهز وانت بتعمله يعني بتستخدمه او بتعمله انتجريشن في البروجكت بتاعك. يعني بمعنى مثلا دلوقتي انت عاوز تعمل آم، مثلا زي شات جي بي تي عندك في البروجكت بتاعك، فانت لسه مش هتعمل بقى موديل اي اي من اول وجديد، لا انت هتعمل، انت هتستدعي الاي بي اي بتاع شات جي بي تي، وبعد كده بقى انت تيجي حاطه في البروجكت بتاعك علشان لما تيجي مثلا، وبعد كده بقى انت بتخلي الاي اي ده يعمل وظيفه معينه. تمام، وبعد كده بقى انت بيبقى عندك فانكشنز شات جي بي تي، بس انت بتكون عامل لها ليميت معين لحاجات معينه. تمام، يعني مش بيكون عندك اللي هو الموديل كله ذات نفسه. بس هي لسه هشرح لنا الحاجات دي قدام. بس هو عامه هو انت مش هتحتاج غير فرونت اند وباك اند واي اي، يعني دي معظم الحاجات انت هتستخدمها. يعني مثلا دلوقتي ممكن دلوقتي مثلا اكستنشن يقول لك ان انت تعمل لنا اكستنشن، قصدي يا هاكسون يعمل لك يقول لك انك مثلا إنك تعمل اكستنشن. فانت اصلا اكستنشن برضو بيتعمل ب فرونت اند. انت بس هنا ملف جافا سكريبت انت بتغير الاكستنشن بتاعه غالبا او حاجه زي كده، مش فاكر والله بالظبط. انت بتعمل ملف جيسون، وبعد كده ملف الجيسون ده بقى انت بيبقى هو بقى يعني المخ بتاع كل حاجه انت بتشتغل عليها. بس فهو بتبقى والله يعني هي بتبقى حاجات بسيطة، بس انت تقعد تدور على اليوتيوب ازاي انك تشتغل الحاجات دي. تمام، فبالظبط فانا يعني نرجع تاني لموضوعنا. انت لو عندك اكسبيرينس في الفرونت اند واكسبيرينس حتى لو بسيطة، انت اوريدي اليوتيوب شارح مشروح عليه كل حاجة في الحياة. فانت بس لو وقفت معاك حاجة تكمل. تمام، لكن لو انت على الزيرو خالص لسه هشرح ازاي يعني انت هتعمل ايه. تمام، هنا دي البروجكت اللي احنا عملناها، اللي هي اجري اي هير جارديان بيرسوناليتي اوير ديترمنت وافريكير وستدي اسيست. الحاجات دي كلها بلا استثناء فرونت اند ديفلوبمنت. ده فرونت اند بس فيه اي بي اي، ده فرونت اند بس فيه اي بي اي، ده اكستنشن وفيه اي بي اي، ده فيه اي بي اي برضه فرونت اند، وده برضه فرونت اند وفيه اي بي اي برضه على حسب ما اتذكر يعني عشان مش فاكره بالظبط. تمام، فهو يعني احنا اصلا دول احنا ظبطناهم في هاكاثونز كتير جدا، ومعظم الهاكاثونز دي حتى لو احنا ما كسبناش فيهم، بس هو اصلا يعني اللي هم كانوا عايزين حاجه تبقى في نطاق الفرونت اند والاي اي، او ان انت مثلا مش تحتاج يعني اللي هو حاجه زي الاندرويد ستوديو مثلا او فيجوال ستوديو. ده اللي هو بيبقى اي دي اي او متكامل اكتر عن فيجوال ستوديو كود العادي، لان ده بيبقى فيه وظايف اكتر بكتير عن ده. يعني مثلا انا دخلت عليه كده دلوقتي، هيقول لي بقى انت عاوز بقى تعمل ايه. لا مش هنا هو فيجوال ستوديو انستولر ده. نقفل ده كده، وهنا نفتح ده مثلا هنا موديفاي. هيقول بقى يبقى فيه بقى كذا فانكشن. يعني مثلا دلوقتي لما يفتح انا هنا مثلا هنا اس بي ده ويب ديفلوبمنت باك اند،
هنا بايثون عادي موجوده في الفيجوال ستوديو العادي، بس هنا اظن بيبقى فيه فانكشنز زياده. هنا مثلا لو عايز هنا تعمل جيم ديفلوبمنت، هنا لو عايز هنا برضه تعمل جيم ديفلوبمنت تاني، بس هنا سي شارب وهنا سي بلس بلس. هنا موبايل ديفلوبمنت، فهو ده بيبقى يعني مطور اكتر عن الفيجوال ستوديو كود العادي. تمام، واظنكم معظمكم عارفين فيجوال ستوديو كود العادي، لكن ده ممكن مثلا في ناس مش تبقى عارفاه يعني. فقلت بس نوضح هو ايه ده ايه. وبنسبه كبيره قوي قوي انت مش هتحتاجه، يعني انت فيجوال ستوديو كود كافي جدا. و يعني ما اظنش ان انت مش هتبقى محتاج اكتر منه، يعني فيجوال ستوديو كود انك تخش عادي تكتب هنا ايه وتحمله تشتغل عادي يعني. انت لو جهازك حتى ضعيف انت برضو مش هتحتاج جهاز قوي خالص. هو بس الاي اي هيبقى محتاج بس منك، يعني هو حتى لو انت ما عندكش كارت شاشة على الجهاز بتاعك، انت بيبقى فيه لايبريز بتقدر انك تترين الاي اي موديل بتاعك على الكارت الشاشة الداخلي اللي في البروسيسور ذات نفسه. فانت مش هتغلب يعني. اللي انا جاي اقوله لك انت مش هتغلب، انت تعرف تتصرف. بس حتى لو جهازك ضعيف او جهازك قوي، انت جهازك قوي خلاص انت معلم هتعرف تعمل كل حاجة. لكن انت لو مثلا جهازك مش اقوى حاجة، انت بس حتى لو معكش عامل كارت شاشة خالص، انت يعني اضعف الايمان انت هتعمل ترين الاي اي موديل على كارت الشاشة الداخلي اللي في البروسيسور بتاعك. تمام، حتى لو السور بتاعك ضعيف يعني انت هتعرف تتصرف عامه. وحتى يعني برضو انت ما اظنش يعني انت مش ما اظنش انك هتخش لوحدك، يعني انت حتى على الاقل انت لو ثلاثه في حتى على الاقل في لاب فيكو هيبقى لاب بني ادم يعني هيبقى كويس يعرف ان هو يشغل الحاجه، او هو لاب الديفلوبر ده اظن يعني. تمام بس. فده انا ايه جاي اوضحه لكم. بالنسبه بقى ايه لو انت مش هتعرف يعني، او مثلا انت ما عندكش اكسبيرينس خالص، فانا دلوقتي انا جاي اقول لك ايه اللي انت تستخدمه وايه اللي انت ما تستخدمهوش. وبرضه جاي لك على حاجات زياده تعمل فيها ايه. تمام، اول حاجه شات جي بي تي. يعني اوكي شات جي بي تي يعني ما تستخدموش، هو بس اخره ان انت اللي هو يعني يقول لك الديسكربشن بتاع بروجكت، يقول لك على تايتل البروجكت، يجيب لك الفكره. يعني مهام بعيده جدا عن البرمجه، يعني هو مش احسن حاجه وعن تجربه يعني. تمام، بالنسبه جيميناي اوكي هو كويس. بس هو حلو قوي في ال HTML و CSS و جافا سكريبت والتيل وين CSS. تمام، يعني تقول له حاجات اكتر من كده هيهيس معاك. تمام، مش هيبقى احسن حاجه. والاي بي اي هيبقى كويس، يعني هو انت ممكن جيميناي في البروجكت اللي انت بتبرمجه بيه. انت بتكتب برومبت عادي يعني. طبعا مثلا دلوقتي ممكن اخش على، انا مثلا دلوقتي انا فتحت جيميناي وقلت له اللي هو انا مثلا I want to create a portfolio site. لا حاجة غلط مش عارف ايه. ماشي، دي خط تاني. انا ايه تفتح هنا الكانفاس. انا ايه ستارت لازم تكون فاتح الكانفاس عشان انت بتشوف الكود بيبقى ماشي خطوة خطوة قدامك يعني. تمام اهو. هنا لما يخلص خالص تضغط على بريفيو وهيجي يعمله لك. هنا عمل برياكت، يعني مش عارف ليه بصراحة عمل برياكت. يعني بعد كده انت ممكن تبقى تحدد له بالظبط، تقول له HTML و CSS و او هنا تقول له ايه تيل ويند CSS و فانيلا جافا سكريبت. يعني يا ريت تقول له فانيلا عشان هنا ده رياكت ده فريم ورك للجافا سكريبت. تمام، بس كان يعني تمام يعني بقول له عادي. هنا بالنسبه للبريفيو هو هنا عمل ويب سايت عادي جدا يعني حاجه فوق يعني كويسه قوي يعني يعتبر. تمام، بس دلوقتي لو قلت له هنا ايه الحاجات دي هيجي معدي على الكود تاني. بس فخش هنا على الكود هتلاقيه ايه عشان هي كانفاس فهيعدل عليك ساعتها اهو. انا HTML5 حاجه عاديه جدا اهو. هنا تيل وين CSS تيل ويند اهو. هنا جوجل فونتس ماشي يعني حاجه عاديه يعني. وبعد كده هيكتب بقى ايه جافا سكريبت بتاعته برده تحت. انت تستنى شويه يجي يعمل هاك بس. فبتاع ده هو جيميناي يعني هو ايه لذيذ، بس في الحاجات دي ما تقلش عليه قوي هيهيس منك مش هيبقى احسن حاجه. هو بس اخره في الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. والحاجات دي هي الفرونت اند اللي انا قلتها لك، يعني الحاجات هو بيستخدم HTML و CSS و جافا سكريبت ودي نوت جي اس. يعني ما اظنش ان هو بصراحه هيبقى قوي قوي فيها، بس يعني اتس اوكي لو جربت ممكن يكون اتطور مثلا، فبجرب عادي. نخش هنا على بقيه التولز. ديب سيك زباله، ما تستخدموش في اي حاجه ولا اي حاجه خالص. انت ممكن تديله ديزاين وتقول له هل اليو اي يو اكس بتاعه حلو ولا لا. لو قال لك تمام ماشي، لو ما قالكش يعني لو قال لك على حاجات تعدلها تمام، غير كده هو زباله. بلاك بوكس اي اي وحش قوي برضه، ما تستخدموش ولا تفكر انك تيجي جنبه اصلا.
نخش بقى على شويه تولز بقى ايه تانية. اهو موقع نفس الموقع بالظبط طلع، يعني رياكت، يعني هو لغات البرمجه كلهم زي بعض. هنا رياكت هو جافا سكريبت، بس انت بتستخدم بدل ما انت بتعمل حاجه بدائيه عن حاجه متقدمه شويه او حاجه مودرن شويه. تمام. هو هنا نفس الكود، يعني قصدي هو نفس الريزلت بس الكود مختلف تماما. تمام. بس اهو، وهنا كمان استخدم هنا برنامج جافا سكريبت عالي قوي، مش رياكت او حاجه زي كده. بس هو هنا سمع الكود وسمع الكلام وهو لما قلت له بس ونفذه. فجيميناي كويس يعني. شات جي بي تي مش احسن حاجه زي ما قلت، ديب سيك زباله، بلاك بوكس اي وحش قوي. نخش بقى ايه على شويه الادوات الفايب كودينج اللي ظهرت في الساحه، وكله قاعد بقى ايه بيشوف مين احسن من التاني، وانا هقول لكم ازاي انكم تستخدموهم عامه يعني. اول حاجه كارزر ده يعني انتشر جامد وكويس. بس اظن ان الليميت هيرخم معاك شويه. تري ده اي اي، يعني اي اي موديل فايب كودينج صيني حلو قوي. الليميت بتاعه بيخلص بالعافيه، يعني انت ممكن تكون خلصت البروجكت بتاعك والليميت بتاعه لسه ما خلصش. حتى لو الليميت بتاعك لسه يعني خلص، تقدر ان انت تفتح البروجكت بتاعك على ايميل تاني. يعني مثلا هشرح لكم البروسيس بتاعته بتبقى شغاله ازاي بالظبط. اول حاجه انت بتحمل البرنامج وبتسطبه. بعد ما انت بتسطبه انت بتكون المفروض ان انت تكون عامل ايميل على جيت هاب. فانت بتيجي رابط اللي هو تري بجيت هاب بالاكونت بتاعك، علشان هو بيعمل ريبوزيتوري للبروجكت اللي هو هيشتغل عليه. تمام. الريبوزيتوري ده اللي هو الملفات اللي انت يعني ملفات المشروع ذات نفسه. تمام. فبتاع ده ف... فهو بقى لو الليميت بتاع البروجكت بتاعك خلص، تقدر تعمل حركه حلوه قوي. اول حاجه ان انت تحمل البروجكت من جيت هاب ريبوزيتوري عادي. بعد ما انت تحملها، تيجي بقى اي عامل ايميل جديد خالص غير اللي انت عملته، غير اللي انت استخدمته في الاول، ويبقى عليه جيت هاب. بعد ما انت تعمل جيت هاب، تيجي فاتح بقى اوبن فولدر جديد خالص على تري. وبعد كده تيجي رابط بقى ايه الايميل الجديد بجيت هاب. بعد كده تيجي رافع له بقى ملفات المشروع الجديد، وتقول له بقى انت عايز تعمل 1 2 3 او تعدل على ايه. بس كل ما الليميت يخلص، اللي هو يعني الليميت بيخلص بالعافيه عامه، يعني انت هتكون زهقت اصلا. ف او يا اما يكونوا بقى عدلوا على الليميت، مش عارف بصراحه. بس اخر مره استخدمته كان يعني الليميت بتاعه يعتبر ما بيخلصش، يعني هو بيقعد كتير قوي. حتى لما بيقرب يخلص بيقول لك الليميت قرب يخلص، بس بتعرف تستخدمه 10 12 مره كمان يعني. تمام. ممكن يكونوا قللوا الليميت، انا مش عارف بصراحه، بس انا اخر مره استخدمته انا بشرح على اخر مره استخدمته. تمام. فدي الحركه انا برضه اقول لكم انتوا تستخدموها. لوفابول زباله، ما تستخدموش. لوفابول هو عباره عن ايه يعني؟ استني لما افتح الليميت تاني، التاب تاني. ليفربول كويس والله وحلو وكل حاجه، بس الليميت بتاعه وحش قوي، مقيد قوي. بيديك 5 كريدتس في اليوم و30 كريدت في الشهر. تمام. وانت علشان تاخد الكريدتس كتير لازم ان انت تبعت لينكات لكذا ديفايس، ومش مش من كذا ايميل لكذا ديفايس. تمام. وكل ديفايس هيديك 10 كريدت واخرك 5 ديفايسز. يعني انت مثلا انت هتعرف ان انت مثلا 50 كريدت و30 بتوع الشهر، يعني ايه يعني؟ 80 كريدت، 80 كريدت صعب قوي ان هم يخلصوا لك بروجكت كامل. 80 رقم كبير بس لا لا لا، مش بيخلصوا بروجكت كامل خالص. فانت يعني لافابول ابعد عنه. غير كده كمان لافابول اصلا بيسيب ووتر مارك على البروجكت. يعني انت مثلا بعد ما تخلص البروجكت وترفعه وكل حاجه تمام، بيسيب ووتر مارك عليه. الووتر مارك دي اصلا اللي هو انت بتقول للجادج اللي هو انا ما عملتش حاجه بايدي، انا بس مجرد قاعد برزع برومبتس كده وخلاص، وايه واخدت الحاجه على الجاهز. فهو هيخسرك وهيقرفك كمان. فهنا كده لافابول، هنا كده جيميناي، هنا كده كارزر، وهنا كده تري، وهنا ايه كلاود ما جربتوش، بس يعني الناس بتشكر فيه. فانت تقدر انك تشوف عيوبه بتجربتك الشخصيه او بفيديوهات تقدر تتفرج عليها. بس هو دي تول موجوده، انا بس قلت ايه ان انا اقول لكم عليها. انا بصراحه ما جربتهاش تجربه شخصيه عشان احكي عليها، لكن اللي فات اللي قلت لكم جربته. تمام. بس بالنسبه لجوجل اي اي ستوديو، فجوجل اي ستوديو تقدر ان انت تعمل برضو بيه. هو حلو قوي قوي في الاي اي، بس في الحاجات التانية مش بيبقى اقوى حاجه. تمام. وهنا علشان تاخد برضو كويس ان انا افتكرت النقطه دي. عشان تاخد الاي بي اي بتاعك لجيميناي، وبعد كده عشان اصلا انت لما تيجي تقول لجيميناي انا عايز الاي بي اي كي، هيقول لك روح هات الاي بي اي كي بتاعك من جوجل اي ستوديو. فانت لو دخلت مثلا على فيديو على اليوتيوب عادي تقول هنا جبت اي بي اي كي، بعد كده تشوف بقيه الخطوات التانية، تيجي ايه واخد الاي بي اي بتاعك وتقدر انك تحطه في البروجكت بتاعك. تمام. بس ارجع هنا تاني السلايد. تمام. يعني هنا احنا كده خلصنا، بس لسه عندي حاجات بسيطة لسه عاوز اشرحها. تمام. هي مش موجودة في البرزنتيشن. آم، اول حاجة ديفوست. مثلا انت لما تيجي تصمم البروجكت بتاعك، انت بيبقى يفضل ان انت تكون عامل فيديو، والفيديو بتاعه يكون المونتاج بتاعه كويس. فانا هبقى اسيب لكم شوية سامبلز للفيديوهات اللي احنا كنا عاملينها في الهاكسونز اللي احنا دخلناها.
ويفضل كمان ان انت تكون عامل الشانل دي تكون خاصه بالهاكاثونز بس، ترفع عليها كل الفيديوهات بتاعت الهاكاثونز. تمام. آه هبقى هسيب لكم سامبلز كده تتفرجوا عليها في الديسكربشن بتاع الفيديو، علشان اللي عايز يعرف ان احنا كنا بنعمل الفيديوهات ازاي بالطريقه دي، يعني ايه، يبقى يشوف يعني على الاقل يشوف حاجه مثال حي للفيديوهات اللي احنا كنا بنعملها. هو عامة أنا كنت باجهّز حاجة كنت أقرأها، يعني كنت باجهّز كده كلام أقرأه، وكنت باعمل voice over عليه على فيديو، وكنت باجرّب الفيديو. أول حاجة أنا كنت باصوّر الفيديو عادي كده أهو للproject وأنا قاعد باجرّب فيه، نفرض مثلًا ده الproject أنا أهو قاعد مثلًا قاعد باجرّب في الproject أهو، تمام، وبعد ما أخلّصه خالص باجي قافل. بعد كده باجي حاطط الفيديو على الtimeline في برنامج montage. أنا باستخدم CapCut عامةً، يعني مش Premiere بقى ولا حاجات متقدمة دي، CapCut، وكان بيطلّع نتيجة زي الفل. وكنا كمان كسبنا عادي يعني بفيديوهات كانت كويسة، وطالعة من كاب كات يعني، تمام. فهو مش هتفرق قوي التول اللي هو انت بتستخدمه. تمام. فكنت بحط الفيديو على التايم لاين. بعد كده كنت بقى ايه بجهز الكلام اللي بقوله، وبعد كده بقى ايه بضغط هنا على علامة المايك. وعلامة المايك دي تخليك انك تعمل انستنت ريكوردنج، يعني ان انت بتيجي بتعمل بتريكورد كلام في ساعتها، زي كانك بتبعت فويس نوت على الواتس يعني. تمام. وبس كده. وكنت باعمل بقى اوتو كابشن. اوتو كابشن دي برضو ميزه حلوه قوي في كاب كات، ان هو مش انت يعني انت مش هتقعد تكتب كل كلمه بايدك انت قلتها في كل فريم في الفيديو، لا هو بيعمل اوتو كابشن، ولو في كلمه غلط انت صلحها، بس دي بكل بساطه يعني. فانا بسيب لكم شويه سامبلز كده في الديسكربشن احنا كنا عاملينها، واتفرجوا عليها يعني. تمام. واظن ده كان الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في اخر حلقه ان شاء الله، اخر اسبوع في اخر جمعه في رمضان اللي هي الجمعه الجايه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وبس كده، سلام.